يا ترى انت في اول سنتين في التمرين محتاج تعمل ايه علشان تطلع باكبر مكاسب عضليه؟ اذا كنت محتاج تزيد عضلات او تخس دهون، او اذا كنت محتاج تعمل ايه، ايا كانت بدايتك، ايه اللي انت محتاج تعمله علشان تطلع بافضل نتيجه ممكن؟ انا بتمرن بقالي حوالي سنتين، وفي السنتين دول اتعلمت حاجات كتير وغلطت في حاجات كتيره جدا جدا. فلو الفيديو ده ظهر لك وانت لسه ما بداتش تتمرن او بتتمرن اقل من سنتين، فصدقني انت محظوظ جدا 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 جدا، لان الفيديو ده هيوفر عليك حاجات كتيره جدا انا وقعت فيها، وهجيب لك عصاره خبرتي سنتين تمرين في الفيديو ده. فيلا هات اي حاجه تشربها واتفرج على الفيديو ده لو انت مهتم بالجيم وبالرياضه، لان الفيديو ده هيفيدك جدا 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 جدا. بس في الاول خالص، انا اسمي خالد ناصر، مصاب بالسكر من النوع الاول. القناه دي بقى بنزل عليها معلومات للناس اللي عندها سكر، وبنزل عليها معلومات رياضيه، وبنزل عليها معلومات رياضيه للناس اللي بتتمرن والناس اللي عندها سكر. بنزل عليها محتوى متنوع له علاقه بالجيم والرياضه والسكر. فلو انت شخص مش عندك سكر، اعمل اشتراك عندك سكر، فالمكان ده افضل مكان، وهنزل لك معلومات فعلا هتفيدك. زي ما احنا قلنا في الفيديو بتاع النهارده، هجيب لك خبرتي سنتين تمرين. بس انا مش بتمرن بقالي سنتين الصراحه، بتمرن بقالي من سنه لسنتين، وبتمرن وانا مظبط مستوى السكر عندي بقالي حوالي سنه مثلا، وانا مظبط مستوى السكر. واهم حاجه لو انت بتشوف الفيديو ده وانت عندك سكر، ان لازم سكرك يكون منتظم. انما لو مش عندك سكر عادي، مالكش علاقه بالمعلومه دي. بس لو انت مريض سكر، لازم سكرك يكون منتظم علشان تطلع بافضل مكاسب عضليه، ودي اهم معلومه ممكن تاخدها لو انت عندك سكر. كل الكلام اللي في الفيديو ده مش هيفيدك لو انت عندك سكر ومش مظبط مستوى السكر، انما لو مظبط مستوى السكر صدقني الفيديو ده هيوضح التطور بتاعك في حته ثالثه. واول حاجه نبدا بيها واكتر حاجه عليها جدل، التمرين ده اكتر حاجه عليها جدل. تمارين محنكه بنشوفها كتير، كل يوم يطلع دراسه يقول لك العب كذا والعب كذا والعب كذا. بس صدقني في التمارين، صدقني انت مش محتاج حنيكه. بس اكتر معلومه فادتني في التمرين ووفرت عليا وقت، ان انت فعلا محتاج تسمع كلام العلم في حاجات معينه، ما تطبقهوش كله. ادمج ما بين العلم والخبره. يعني مثلا ان انا جربته، ان التمارين انك تتمرن عدد مجاميع قليله وشدتها عاليه، صدقني دي افضل حاجه ممكن تعملها لو انت مش شايف تطور او لسه بادئ في التمرين. ابدا افهم التمرين عامل ازاي لو انت في الاول، وبعد كده ابدا قلل عدد مجاميعك، ابدا اتمرن بشده عاليه، ولو جسمك مش بتطور ابدا زود عدد المجاميع. بس صدقني انت مش محتاج حنيكه في التمارين، مش محتاج تلعب لكل عضله مجموعه واحده، وانك مش عارف تلعب الياك لاتس بول داون والكلام ده كله. صدقني انت مش محتاج الكلام ده. جسمك هيتطور وهيوصل لمستوى عالي جدا جدا من غير الكلام ده كله. انا عن نفسي بلعب بوش بول ليجز، بلعب لكل عضله ما بزيدش عن 3 تمارين. 3 تمارين ده للعضلات الكبيره، انما العضلات الصغيره بديلهم شكلين بس مش اكتر، او تمرينين في الستيشن. فصدقني انت مش محتاج تعقد وتبوظ الدنيا وتلعب تمارين محنكه وتجيب الدكه تحطها وتبوظ الجيم عندك والناس كلها تبقى تكره الجيم بسببك. صدقني انت مش محتاج كل ده، هتتطور وهتشوف تطور كبير جدا من غير الكلام ده كله. وتاني حاجه، التمرين لوحده مش كفايه. وانت بتتمرن ايه وبتلعب تمارين محنيكه وبتعمل اللي بتعمله، صدقني كل ده ملوش لازمه لو انت ماشي من غير نظام غذائي مناسب ليك ومناسب لهدفك اللي انت عايز توصل له، اذا كنت تنزل دهون او تزيد عضلات او تعمل ايه. صدقني النظام الغذائي ليه عامل كبير جدا، وده عن تجربه. انا كنت في الاول كنت ماشي عادي باكل اللي بيتحط والدنيا تمام التمام وفل الفل، وكنت بزيد والدنيا تمام. لكن هتوصل لمرحله بعد حوالي 3 4 شهور هتلاقي جسمك مش بتطور، تلاقي جسمك يعني البناء العضلي عندك واقف، وهتحس ان انت تطورك بطيء جدا. فصدقني انت محتاج تعمل نظام غذائي مناسب ليك ولهدفك. مش لازم يكون فيه سلمون وافوكادو والكلام ده كله، انت محتاج تعمل نظام غذائي اقتصادي. وانا عن نفسي في ناس بتتدرب معايا اونلاين، النظام الغذائي اللي عامله لها انت مش هتصدق في ايه، في عيش بلدي يعني رخيصه جدا من الاخر. فتاني حاجه اتعلمتها ان النظام الغذائي مهم جدا جدا جدا. تالت حاجه ودي اكتر حاجه الناس مهملاها، الراحه. الناس مش بتنام عدد ساعات كافي، مش بتعمل ريكفري كويس، يروح الجيم يلعب 60 مجموعه للعضله، مع ان ده غلط. انا قلت لك العب عدد مجاميع قليله، بس تروح تلعب 60 مجموعه للعضله وتروح تدغدغ نفسك في الجيم وتتحنيك ونظام غذائي، بس مش بتنام كويس. ايه اللي هيحصل؟ ما هو ايه اللي هيحصل؟ جسمك هيرتاح من كل الكلام ده ازاي؟ جسمك هيرتاح من اللي بيحصل في التمرين ازاي؟ ازاي ممكن جسمك يبني عضلات؟ ازاي ممكن توصل لشكل جسم كويس وانت مش بتنام كويس؟ انت عايز تقنعني انك هتفضل ماشي بالعربيه على طول على طول على طول من غير ما تحتاج بنزين؟ ده تخلف عقل. نفس الكلام ده عندك، انت مش هينفع تفضل ماشي ماشي بتتمرن ونظام غذائي والدنيا تمام التمام بس مش بتنام كويس ولا بترتاح كويس، انت كده مش بتحط بنزين. رابع حاجه، الصبر هو مفتاح التطور. صدقني انت لو مش صبور في اللعبه دي بالذات، انت مش هتشوف تقدم. ما تستناش نتيجه في اول اسبوع، اول شهر، اول شهرين، اول 3 شهور. كل الكلام ده انت هتتطور فيه، بس ما تستناش نتيجه ترضيك.
من وجهة نظري النتيجة اللي هتبقى ترضيك حقيقي 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 على الأقل سنة تمرين، ساعتها بقى أنت هتبقى عامل جسم يرضيك، هتحتاج تتطور أكتر بس أنت هتبقى عامل شكل أنت مرضي بيه. الناس اللي حواليك هيلاحظوا إنك بتتمرن، بس صدقني أنت لو مش عندك صبر ومستني نتيجة من أول شهر، فانصحك تشيل الفكره دي من دماغك خالص. اللعبه دي محتاجه وقت، وما تسمعش كلام الكوتش اللي انت بتشوفه على التيك توك اللي يقول لك انا مسكت اللعيب ده مش عارف في شهر واحد وصلته من كده لكده. انت ما تعرفش هو بياخد هرمونات ولا لا، انت ما تعرفش هو عامل معاه ايه، انت ما تعرفش كان بيتمرن قبل كده ولا لا. ولو انت بتتمرن فانت عارف ان في حاجه اسمها الذاكره العضليه، يعني ممكن كنت مثلا بتتمرن من فتره وريحت فرجعت التمرين فالعضلات اللي كانت عندك رجعت. فيعني من الاخر الكلام ده كله ملوش علاقه بيك. حتى لو هو ما عندوش ذاكره عضليه، ده ممكن جينات واحد في المليار. فانت اكيد يعني مش هتقارن نفسك بالواحد من المليار، قارن نفسك بالناس العاديه او ما تقارنش نفسك بحد اساسا. خامس حاجه واهم حاجه في الفيديو، ما تقارنش نفسك بحد، ما تقارنش نفسك باللي بيجي يتمرن معاك، ما تقارنش نفسك باي حد في الجيم، ما تقارنش نفسك باخوك لو بيتمرن معاك، ما تقارنش نفسك بيه حتى لو اخوك التوأم. واياك تسال اي حد في الجيم انت بتتمرن بالك قد ايه، لانه كل واحد عايز يعمل نفسه مميز. صدقني كل واحد عايز يعمل نفسه مميز، كل شخص في الجيم عايز يبين لك ان هو بيتمرن بقاله مده قليله جدا 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 ووصل لمستوى جبار جدا جدا جدا. فانت ما تعرفش اللي معاك في الجيم ده بياخد هرمون ولا لا، ما تعرفش هو بيتمرن بقاله قد ايه، ما تعرفش جيناته عامله ازاي، ما تعرفش التغذيه بتاعته عامله ازاي، ما تعرفش هو متربي في عيله عامله ازاي. لان هي بتفرق فعلا، لان ممكن الشخص يكون متربي من صغره على الرياضه وعلى الاكل الهيلسي وان هو عايش حياته كلها صحيه. فانت ما ينفعش تقارن نفسك باي حد. صدقني لو اخوك التوأم ما تقارنش نفسك بيه، لان كل شخص عكس التاني، ودي ميزه ربنا خلقها فيك ان انت مختلف عن الناس. فما ينفعش تقارن القلم بالعربيه، يعني مستحيل ده قلم وده عربيه. قارن نفسك بقى بنفس الكلام ده، انا حاجه وهو حاجه، هو عايش حياه وانا عشت حياه، هو سن وانا سن، مستوى التستوستيرون عنده غير مستوى التستوستيرون عندي. اياك تقارن نفسك في اي حد في الجيم وبره الجيم برضه. انا عارف ان الفيديو له علاقه بالجيم، بس ما تقارنش نفسك باي حد ايا كان، لان الموضوع ده هيكرهك في نفسك وهيكرهك في الجيم وهيكرهك في كل حاجه. واتمنى ما كنتش طولت عليكم. دول كانوا الخمس حاجات. اول حاجه ما تتحنكش في التمرين، العب تمارين عاديه. تاني حاجه التمرين لوحده مش كفايه، التغذيه مهمه. تالت حاجة الراحة مهمة جدا وانك تنام كويس. رابع حاجة الصبر هو مفتاح الفرج بمعنى الكلمة في اللعبة دي. وخامس حاجة اياك تقارن نفسك بأي شخص بيتمرن. المقارنة الوحيدة الصح ان انت تبص على نفسك من شهر، تبص على نفسك من شهرين، تبص على نفسك قبل ما تخش تتمرن، تبص على تصرفاتك في حياتك انك ما كنتش بتاكل اكل صحي وبقيت بتاكل اكل صحي، انك ما كنتش بتتمرن اساسا وبقيت بتتمرن من غير شكل جسمك بقى، من غير الكلام ده كله. بس كده دول كانوا اهم خمس حاجات اتعلمتهم من التمرين، والحمد لله قدرت اوصل للمستوى ده اللي قدامك. فلو انت حابب انك تبدأ فعلا صح وتوفر على نفسك كل ده وتاخد نظام غذائي مخصص ليك ونظام تدريب مخصص ليك، نظام مكملات لو حابب تاخد مكملات، وبرضه فتحت الاستشارات الاونلاين للناس اللي حابه تفهم عن حاجات معينه مثلا في التغذيه. يعني مثلا الشخص ملتزم بنسبه 100% بس عنده مشكله معينه موقفاه، فممكن تحجز معاه استشاره، اخش معاك ونفصص المشكله دي ونلاقي حل هيساعدك انك تقضي على المشكله دي نهائي. ولو انت مصاب بالسكر برضه وعندك اي مشكله في السكر، ممكن تحجز برضه استشاره وان شاء الله اساعدكم. وبس كده، واتمنى اكون فدتكم واكون خفيف على قلبكم. اعمل اشتراك، اعمل لايك، اكتب لي في الكومنتات الفيديو الجاي يكون على ايه، واعمل لي متابعه على الانستجرام. ولو انت عايز تتواصل معايا لاي حاجه من الكلام ده ابعت لي رساله برضه على الانستجرام، واشوفك في الفيديو الجاي، وسلام.